اهلا بكم. زمان لما كنا بنتفرج على ماتشات الكوره، كان مثلا الماتش لما مثلا يبقى ميعاده 7 بالليل، كنا قبلها كده مثلا ب10 دقايق بربع ساعة نظبط قعدتنا. لو حد مثلا بيحب ياكل حاجة يشرب حاجة وهو بيتفرج على الماتش، قبلها مثلا كده ب10 دقايق ربع ساعة تفتح التلفزيون، تقعد انت مثلا، حتى لو انت مثلا تتفرج لوحدك، هتتفرج انت واصحابك، هتتفرج انت اهلا بكم. زمان لما كنا بنتفرج على ماتشات الكورة، كان مثلا الماتش لما مثلا يبقى ميعاده 7 بالليل، كنا قبلها كده مثلا ب10 دقايق بربع ساعة نظبط قعدتنا. لو حد مثلا بيحب ياكل حاجة يشرب حاجة وهو بيتفرج على الماتش، قبلها مثلا كده ب10 دقايق ربع ساعة تفتح التلفزيون، تقعد انت مثلا، حتى لو انت مثلا تتفرج لوحدك، هتتفرج انت واصحابك، هتتفرج انت وولادك واخواتك. كنت بتتفرج على الماتش وبتقضي تقريبا ساعتين مدة الماتش، ما بين شوط أول وشوط تاني واستراحة، ويخلص مثلا الماتش الساعة 9 وخلاص. وبتقوم وبتقفل التلفزيون أو بتقلب بقى وتتفرج على حاجة تانية وخلاص، وبتخلص قصة الماتش على كده. كان بعد كده ممكن الماتش يخلص، ولو الماتش بدري شوية ممكن مثلا في أخبار 9 كان يجي مثلا فقرة بقى في الآخر كده، آخر النشرة. التلفزيون زمان، التلفزيون المصري كان بيبقى النشرة الساعة 9 على القناة الأولى، أو 24 ساعة في القناة التانية. كان ممكن كده في الفقرة الأخيرة يجيبوا أخبار رياضة. مش فاكر بصراحة قوي، كان علاء صادق كان بيطلع في الآخر كل يوم، ولا كان بيطلع أيام وأيام. لكن يعني المهم كان في فقرة كده رياضية في الأخبار، كان ممكن إيه اللي بيقدمها أو اللي بيطلع يقول أخبار رياضة، كان ممكن يقول تعليق كده أو حاجة على الماتش. بعد كده دي الفترة دي اللي هي ممكن تقول ما قبل أواخر التسعينات. كان طبعا في برامج كورة يعني بسيطة جدا. مثلا الكرة والملاعب على القناة الثالثة، كان في قناة، كان في برنامج مذيع أنا مش فاكر اسمه بصراحة دلوقتي، كان نجم كده في القناة الرابعة في الإسماعيلية. كان بعد شوية كده، كان لما ابتدت القنوات المحلية دي تفتح، كان الإرسال بتاعها كانوا بيظبطوه شوية إن هو وصل القاهرة. فكان يعني الراجل ده كان نجم الصراحة، كان يعني كان مشهور شوية، حتى هو بقى عضو مجلس إدارة في الإسماعيلي يعني. وحتى كان نجم على مستوى القاهرة، يعني هو كان مذيع شاطر. يمكن في القناة الخامسة برضو كان في حاجات زي كده. يعني الفكرة دي كانت ايه، يعني كانت محصورة في ان انت بتتفرج على الماتش. بعد كده مثلا في التلفزيون النشرة الأخيرة أو على القناة الأولى أو على القناة التانية يجي الفقرة الرياضية، يبقى فيه تعليق بسيط أو حاجة برضو عن أحداث الماتش، مع برنامج بيه كل أسبوع. ده كل الحكاية اللي بتحكي حول الماتش. بالإضافة إلى ذلك برضو إن أنت في تاني يوم من الماتش بيجي بتشتري الجرايد اللي هي بتاعت تاني يوم الصبح، تفتح صفحة الرياضة، أو إذا كنت بتحب تقراها في الأول أو بتحب تقراها يعني أيا كان موقعها معاك في قراية الجورنان ساعتها. وبتقرا برضو إيه خبر عن الماتش. الخبر عن الماتش في الجورنان بشكل أساسي، بالذات لما يبقى تاني يوم، بيكلمك عن الماتش نفسه. يعني الزمالك لعب مش عارف ايه وفاز، الاهلي اقتنص مش عارف الفرصه، وكان بيبقى طبعا ايه عشان يبقى يعني يشد الجمهور، بالذات في ماتشات الاهلي والزمالك، او ماتشات اللي طرف فيها يعني اهلي او زمالك فيها منافسه او فيها حاجه. هو عايز يكتب عنوان يعني كده يشد الناس عشان يزود المبيعات بتاعت الجريده نفسها، يعني اللي هو بيكتب فيها او حاجه. فهو برضو كان الكلام اللي بيتكتب على التعليق او بيتكتب على الماتش نفسه، هو زي تقول ايه نقل خبري عن الماتش نفسه، مع طبعا شوية تحابيش صحفية عشان يشد الناس او حاجة. لكن ما كانش حد بيعلق قوي او بيحلل لك ايه اللي حصل في الماتش، الفنيات بشكل عميق، يعني بشكل فني عميق. طبعا كان في يعني في الجرايد او حتى في البرامج التلفزيونية دي، بس زي ما بقول يعني هي كان فيها اكتر ايه جانب تعليقي خبري. حتى لو في برنامج الكرة والملاعب، او برامج اللي كانت بتيجي على القناة الرابعة او الخامسة، او حتى فقرات القنوات الفقرات الإخبارية اللي بتيجي في القناة الأولى أو الثانية، فهي يعني ايه كده مش ترقى لمستوى اللي هو التحليل الفني على الماتش قوي، يعني لان مفيش مساحه، يعني مفيش وقت كبير قوي ان انا اقعد واجيب واعيد لقطات وابص وشنكله وضربه وبص لعبها له ازاي. ما كانش فيه المساحه دي قوي عشان الناس تتكلم او تاخد فرصتها. في الجرايد كان في ممكن تلاقي حتى، بس كان يعني برضو ايه، هي بتبقى اعمده راي.
يعني برضو مثلا مجموعة من الكتاب كده بيكتبوا رأيهم في الماتش او بيكتبوا رأيهم، بس برضو هو مش هيحلل اول ماتش قد ما هو عايز يدي نظرة عامة عن الموقف مثلا بتاع المنتخب، بتاع النادي الاهلي، بتاع نادي الزمالك، بتاع النادي الاسماعيلي، بيكتب وبيبقى همه برضه قوي ان هو يديك صورة او يكتب رأي، مش برضه مش هيحلل فني قوي. لكن كان في تحليل فني او في شكل ما من التحليل الفني، بس كان ايه، كان بشكل يعني ايه مش مفهوش مساحة. ظهرت بعد كده الجرايد او المجلات الرياضيه، يعني اشهرهم طبعا واقواهم كان اخبار الرياضه، ده صادره عن دار اخبار اليوم، والاهرام الرياضي عن مؤسسه الاهرام. والاثنين بصراحه كان في برضه ما بينهم تنافس وبتاع، فبس المساحه زادت، ممكن كنت تلاقي تحليل فني، ممكن تلاقي كلام، بس يعني برضه ايه، بانها جت من نافذه الصحافه التقليديه، بالذات من مؤسستين كبار زي الاخبار والاهرام. فبرضه هي الفكره اكتر كانت اللي بتشد الناس هي الخبر، يعني ان انا مثلا اقول لك خبر عن النادي الاهلي، اقول لك خبر عن نادي الزمالك، اقول لك خبر عن الاحداث اللي بتحصل، مثلا لعيب مش عارف عمل كذا، لعيب راح كذا، مش عارف ايه. كان طابع الحياه الاخباريه يعني هي بما انها جايه من صحافه، فهي يغلب عليها اكتر الطابع الاخباري، مش الطابع التحليلي او الطابع ان هو يديك قوي تفاصيل فنيه. في نهاية التسعينات ابتدت تنتشر شوية القنوات الفضائية بس على استحياء، لحد ما جت مصر أطلقت النايل سات، ومعاه يعني انه بقى في زي مساحة أكبر لعدد من القنوات الفضائية. طلعت الفضائية المصرية في البداية، بعد كده عملوا حاجة اسمها القنوات المتخصصة، فنعمل بقى تخصصات في كل حاجة بقى، مش عارف سينما، ثقافة، لحد دلوقتي موجودة يعني الرياضة. فظهرت يعني مهم قناة متخصصة للرياضة. كان قبلها في تجربة طبعا الاي ار تي كقناة رياضية متخصصة، فبقى عندنا كده ايه يعني ايه بقى مساحة اكبر في قنوات رياضية، ان انت بقى 24 ساعة بقى بتبث، او مش فاكر طبعا في بداية ما ابتدت بالظبط كانت بتبث كام ساعة، لكن يعني بقى في مساحة اكبر، ده بقى قناة مخصوصة للرياضة، يعني هتجيب لك بقى ماتشات دوري كلها، هتجيب لك حتى ماتشات اكتر. كان طبعا الاي ار تي بدايه فكره الاحتكار البطولات، يعني زمان اول ما ظهرت الاي ار تي او ظهر يعني القنوات الفضائيه، لما كان ماتشات النادي الاهلي او نادي الزمالك او بالذات يعني في البطولات الافريقيه، دوري الابطال الافريقي، كان الاي ار تي محتكراها. فكنا يعني ايه، اللي عايز يتفرج على الماتش لازم يا اما يشترك او ينزل يقعد على القهوه. من هنا بقى ايه ابتدت تظهر فكره ان انا بقى عندي مساحه. طيب الماتش اللي ابو ساعه ونص ده ولا ساعتين، 45 دقيقه 45 دقيقه وفي ربع ساعه كده في النص استراحه، هو بيعملوا تقريبا ساعتين. بس الساعتين دول، طيب ما انا ممكن من الساعتين دول اعمل شغل بقى، اعمل حواليه زي ما تقول هيصه وزنبليطه يعني للماتش. هو مش هيصه وزنبليطه قد ما هو ان انا بستغل الحدث، يعني هو انا قناه رياضيه، وبالذات القنوات الرياضيه المتخصصه زي الاي ار تي كان بتجيب ماتشات ليها قيمه، يعني بتجيب البطولات الافريقيه اللي هي دوري الابطال، بتجيب لك الدوريات الاجنبيه الاوروبيه بالذات. فانا عايز اعمل حاله، يعني عايز اعمل استوديو تحليلي بقى، وقبل الماتش اتكلم وبعد الماتش اتكلم وهكذا. يمكن على الناس اللي كانت بتتفرج على اي ار تي اللي كانوا اغنياء يعني في الوقت ده كانت غاليه، يعني اعتقد على مستوى الناس يعني اللي كانوا في مصر الموضوع ما كانش رخيص، يعني مش كل الناس، او اقل ناس قليله جدا اللي كان عندها الاي ار تي ده، واللي كان طبعا بينزل يتفرج على القهوه يعني في الماتشات اللي كانت ما بتتذاعش في التلفزيون العادي. وفضل التلفزيون المصري بيقاوم شويه الموضوع ده لحد يعني ما الموضوع خلص ان هو ما بقاش بيذيع حاجه خالص يعني. لكن نرجع للموضوع الاساسي، هو فكره الاستوديو التحليلي والمساحه ما كانتش مشهوره قوي ايام الاي ار تي. يعني في الاي ار تي انا مش في ذاكره الناس قوي استوديو تحليلي معين او حاجه، خصوصا ان الاي ار تي كطابع عربي كانت ممكن تجمع لك ناس من دول عربيه كتيره، لعيبه كره عرب قدام بتاع، يعني برضو ايه الموضوع ما كانش قريب قوي من القلب المصري او من الهوى المصري ان هو يشوف لعيب مصري بيحلل او بيتكلم. في بداية الألفينات زي ما قلنا إن هو ظهر بقى النايل سات، وابتدت في قنوات مصرية فضائية تظهر بجانب القنوات الحكومية. وكانت التجربة بصراحة الرائدة لقناة دريم،
وهالة سرحان بعد ما طلعت من ART وبتجرب تجربة جديدة مع قناة مصرية، وابتدت تحط كده يعني ايه برضو قناة دريم اللي فاكر برضو، اعتقد ما اعرفش هي دلوقتي لسه موجودة ولا لا، لكن يعني قناة دريم كانت قناتين اساسيتين. قناة دريم اللي هي 1 دي اللي كانت لونها احمر، والقناة التانية اللي هي كان لونها ازرق. القناة اللي هي كانت احمر دي كانت قناة منوعات شوية، يمكن هي اللي بدأت يعني فكرة الكليبات وان هي تذيع 24 ساعة كليبات، دي كان هي اللي دخلتها يعني لمصر. لكن في القناة التانية اللي هي الدريم 2 او دريم الزرقاء كانت في مساحات اكبر بقى البرامج، فجابت شوبير. كان شوبير برضو لسه ساعتها مخلص كورة، كان شوبير تقريبا اعتزل سنة 98، وشوبير كان مركز يعني مجهوده او مركز تركيزه في ان هو هيبقى عايز يشتغل في الاعلام. فكره برضو ان لعيبه الكوره تشتغل في الاعلام دي يعني كانت يعني على استحياء قوي، يعني مصطفى عبده ومش عارف ايه، زي ما بقول ان المساحه نفسها للبرامج او انك انت تعمل برنامج او حاجه، يا دوب يعني يا دوب مثلا تروح كان ايه يعني البرنامج في قناه ولا حاجه، و اذاعه الشباب والرياضه موضوع مش كبير قوي يعني. لكن على كل حال شوبير كان مركز جامد، وابتدى شويه في التلفزيون المصري معلق بتاع، وخد فرصته بقى ان هو يعمل برنامج لوحده. فابتدت تظهر فكره بقى ايه، ان احنا هنعمل بقى استوديو تحليلي مصري يعني، او هيبقى هنخش بقى شويه في الموضوع الاستوديو التحليلي بعد حتى ما قناه دريم ابتدت انها تاخد الحقوق بس الدوري يعني. برضو ابتدى الموضوع او ابتدت السنين تجري شويه، والفكر التجاري او الفكر الاحترافي بشكل يعني احسن او ادق يدخل في الكوره. الكوره برضو بتتطور نفسها، فيها فلوس كتيره، فيها يعني بيزنس وعالم كبير من الفلوس يعني. فيعني انت عايز تجيب اعلانات للقناه، وانت واخد البث ده بفلوس، انت عايز يعني تجيب ثمن الفلوس اللي انت دفعتها. فتمن الفلوس اللي انت دفعتها ده مش معناه ان انا يعني مش معقوله ان انا هذيع ماتش بساعه ونص، والساعه ونص دول او الساعتين قبلهم، ما هو انا بقول لك انا الماتش الساعه 7، انا ايه اللي يخليني اقعد من 6 مثلا ولا من 6 ونص اتفرج على التلفزيون؟ ما انا هفتح الساعه 7 ل 10 وهشوف الماتش على طول، وهقفل الساعه 9 خلاص. 9 و5 يعني لو بنشوف مثلا ايه الناس وهي بتجري ورا بعض، وفي الاخر الحركات بتاعتنا بتاعت الاخر دي وخلاص يعني، مش قضيه. لقطت اعلان في الاول، لقطت اعلان في الاخر، بس مش هو ده اللي هيجيب الفلوس يعني، مش هو ده اللي هيعمل الحاله بتاعت الايه، ان انا عايز اعمل عالم للاستوديو اللي هو الرياضي، او ان انا بنقل حدث رياضي، خصوصا الماتش نفسه يعني فيه كلام يعني. فظهر الفكره المهمه ان هي ظهرت فكره الاستوديو التحليلي، او مش ظهرت فكره الاستوديو التحليلي، هي فكره موجوده لكن يعني ابتدت تاخد شكل احسن وابتدت تتطور وبتاع. طيب مين هيشتغل في الاستوديو التحليلي؟ هجيب مين يحلل يعني الماتش اللي حصل، او الكلام اللي حصل في الماتش ده؟ لعيبه الكوره يعني. هجيب مين يعني؟ معروف برضو ان يعني زي ما بقول ان العمل الاعلامي الرياضي نفسه في مصر كان يعني بشكل اساسي حكر على الصحافه، واللي كان بيكتب في الصحافه صحفيين بس مش ليهم نجوميه لعيبه الكوره يعني. انت مثلا لما تجيب مش عارف ايه حسن المستكاوي، فتحي سند، الاسماء اللي انا فاكرها يعني، عشان تجيبهم ان هم يقعدوا في استوديو تحليل او حاجه، هم بيجوا طبعا لحد دلوقتي بيجوا، لكن مش بنجوميه. مثلا انت تجيب مثلا محمود الخطيب يحلل، مش عارف تجيب طاهر ابو زيد، تجيب مصطفى عبده، تجيب مجدي عبد الغني، تجيب مش عارف ايمن يونس، تجيب فاروق جعفر. يعني لا، الناس دي كانت نجوم، وخصوصا ان في بدايه الالفينات انت بتتكلم عن الناس دي لسه مبطله من يعني ما مثلا ايه، ممكن من 10 سنين يعني. ناس مبطله مثلا من اول 90. فالناس دي يعني لسه الناس اللي هم اللي بيتفرجوا لسه في بالهم، او لسه في دماغهم ان لعيبه الكوره دي اللي هم بالنسبه لهم نجوم، وهم فعلا هم اللي من حقهم او مش من حقهم يعني، اللي هم الناس اللي تقدر تتكلم على الماتش او تحلله لك بشكل فني، وبتسمع انت الكلام وانت طبعا يعني منبهر ومبسوط وعايش الجو، وعشت بقى الاجواء بتاعه الماتش. والموضوع بقى ابتدى الوقت يزيد، احنا هنتكلم قبل الماتش بمده، وهنتكلم في نص الماتش في الاستراحه مش هنسيبك كده ساكت، لا هنجيب لك برضو نحلل لك ما بين الشوطين، وفي النهايه نجيب لك، وهكذا. طيب لعيبه الكوره نفسها بقى اللي هي كانت بتيجي تحلل في الاستوديوهات والكلام ده كله، هي اصلا
كانت بتشتغل ايه يعني، او هو لعيب الكوره ده ايه يعني مجال شغله اللي هو بعد ما اعتزل هيعمله؟ لعيب الكوره يعني بما انه بيعتزل في وقت او في سن صغير، يعتبر سن صغير على الحياه، في الثلاثينات او حاجه، ولسه قدامه عمر. فلعيب الكوره يعني بشكل اساسي ما كانش بيعرف يعمل حاجه، او الكوره كانت هي شغلانته الاساسيه. فبالطبيعي يعني ان هو كان هيشتغل في الكوره، يعني بيدور على اي حاجه ليها علاقه برضه بالكوره كمجال تدريب او مجال اداري. وهنا برضو الموضوع يعني في المجال ده ان لعيب الكوره يرجع يطلع يلاقي شغلانه بعد ما يخلص. الموضوع ده برضو فيه كلام كتير، لانه في مصر يعني شويه مرتبط بحاجات كتيره غير المهاره. انت لو لعيب كنت ليك حظ او ليك محبه مع اداره النادي اللي انت فيه، فهتطلع تلاقي مكانك محجوز لك ومتظبط لك بقى في ايا كان قطاع ناشئين، مش عارف، تشتغل مساعد مدرب في الفريق الاول، يعني هتعمل حاجه، تشتغل اداري، يعني هيلاقوا لك حاجه ويظبطوك يعني. اما لو كنت لعيب يعني غلبان وحتى مش جماهيري، هتتنسي بقى وهتخلص وهتشوف اي حاجه تانية تعملها، او هتفتح مشروع بقى اذا كانوا يعني عرفوا يجمعوا فلوس. في الوقت ده كان الموضوع برضو مش، الفلوس ما كانتش كتيره قوي زي الايام دي. لكن يعني على كل حال هو لعيب الكوره بنفسه هو مجاله كده. نفترض مثلا لعيب كوره كان بيشتغل مدرب، او كان التحق فعلا بالمجال الرياضي، كمل في المجال الرياضي، فهو هيطلع يشتغل مدرب. لكن لما جه الفضائيات والاستوديو بقى وبتاع والبدل وبتاع، وتلاقي الناس بقى عماله كل شويه تعمل الجاكيته كده والحركات دي، ففي فلوس حلوه يعني. برضو المدرب هو برضو المدرب شغلانه يعني متعبه، هيروح يسافر ويروح ويجي. وزي اقول لك، انت لو انت حظ اللعيب يعني ان هو اشتغل في الاهلي ولا اشتغل في الزمالك كده مباشره، يبقى حظه حلو، هيقعد في المكان اللي هو كان فيه متعود عليه. طبعا الفلوس هتقل بشكل جامد، لكن هو قاعد في نفس المكان. لكن بقى عيني لو اضطرت ظروف ان هو يروح يدور على فريق في درجه تانية ولا درجه اولى بيلعب في اقاليم ولا بتاع، يبقى الموضوع بقى مجهد جدا، يعني ناخد المسيره من اولها، ومستقبل مش معروف قوي، يعني هروح فين بعد كده، هروح اشتغل ايه؟ حتى لو اشتغلت مدرب في الدوري الممتاز برضه المرتبات ما كانتش قويه. على كل حال هي الفكره ان هو لقى مجال حلو يشتغل فيه وبتاع، فابتدى الموضوع يبقى حلو والعجله تمشي. وفضل الحال على كده ممكن تقول كل الالفينات الماشيه. بس هو بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الجيل اللي هو بتاع التسعينات، او مش التسعينات، الجيل اللي هو بتاع الثمانينات، اللي هو قفل، اللي هم مثلا لعيبه كاس العالم، اللي هم لعبوا كاس العالم 90 وما قبلهم بسنه بسيطه. خد لك بقى مجدي عبد الغني، فاروق جعفر، بقول ايمن يونس، مش عارف، مجدي عبد الغني. الناس دي كلها هي دي الايه، هي دي المتاحه، يعني هو ده المتاح اللي اشتغل في المجال او مكمل. لان الناس دي كلها زي ما بقول بطلت في اوائل التسعينات، ولسه يعني هم دول لسه اللي موجودين وهم متاحين. لان اللعيبه الثانيه اللي هي كانت بتلعب في التسعينات لسه ما خلصتش قوي، او ما خلصتش حياتها ومش عارفه هتعمل ايه. وبرده الناس في الوقت ده ان انا اقبل مثلا، لو نقول مين خلص في اوائل التسعينات او اوائل الالفينات، يعني كان بيلعب في التسعينات وخلص في اوائل الالفينات، مش متذكر قوي يعني اسامي، يعني بس نفترض ان في لعيب في الاهلي او في الزمالك خلص في اوائل الالفينات، مش هتلاقيه قوي بيظهر في الفضائيات او بيظهر في الاستوديو التحليل، لانه الموضوع مش يعني هم معتمدين على اسماء معينه كبيره اللي هي الضخمه دي، وهي اللي بتحلل لك وهي اللي بتقول لك على كل المعلومات الفنيه يعني اللي انت بقيت ايه خلاص بتعرفها وبتسمعها منهم كل مره يعني. بس هنا برضو ايه ابتدى انت ايه بزول هي ايه دايره كده عماله بتلف، ده بيدي لده. وهو اصلا كان مدرب وبعدين بقى بيشتغل في الاستوديو التحليلي، ممكن مثلا يسيب الاستوديو التحليلي يرجع يشتغل مدرب، وممكن يشتغل مدرب وبيشتغل في الاستوديو التحليلي في نفس الوقت. فحصل التباس شويه في الموضوع ده في الفتره اللي هي بقول مثلا من قول 2003 2004 لحد 2010 11 12 وكده. بعد كده ابتدى ايه الموضوع لما يعني 2011 و12 و13 البلد مرت بظروف وبتاع، وفي لعيبه ابتدت تطلع، يعني ابتدت في جيل جديد من اللعيبه ابتدى يعتزل. جيل بقى اللي هو ايه جيل الالفينات بتاع الكره الذهبيه، بتاع جيل بقى 2006 و7 و8 و10 بتاع كاس افريقيا والكاس العالم في بتاعه الجزائر، وكل اللعيبه الحلوه دي كلهم كده اعتزلوا لوكشه واحده مع بعض يعني.
فاللعيبه دي لما اعتزلت لوكشه واحده مع بعض بقى ابتديت تشوف بقى ايه جو تاني من الاستوديو التحليلي. يعني انت بقيت بتلاقي ايه اللعيب بيخرج يعتزل يروح على طول ايه تاني يوم تلاقيه في الاستوديو. يعني تاني يوم مثلا حسني عبد ربه تاني يوم في الاستوديو، عماد متعب تاني يوم في الاستوديو، جمال حمزه تاني يوم في الاستوديو على طول. يعني ما فيش يعني انت كنت لعيب وابتديت على طول تطلع بقى ايه تحلل. فابتدى الموضوع برضو ايه يعني انت بقى لو شفته بقى من جانب فني، يعني لو انت بتحب الكوره شويه، انا مش بتكلم يعني في فنيات كوره بس، يعني الواحد بيشوف وبيفكر. يعني انت لو انت مثلا بتشوف عماد متعب لسه مبطل امبارح ويطلع يتكلم، فهو هيتكلم يعني لسه درست. يعني هل انت معنى ان انت لعيب كوره هل تقدر تديني نظره شامله كده على الملعب وتقول لي مثلا ده دافع كويس، ده لا واقف كون كويس، ده بتاع؟ لا، انت حتى بتلاقي ان الناس دي بيركزوا شويه على اللعيبه او على المركز اللي هو كان بيلعب فيه اوريدي. يعني بص ده المهاجم ده لو بص الاستلام استلموا ازاي، بص الخطوتين اللي رجعوهم لورا. هم عماد متعب مثلا ما بيقولش غير الكلمتين دول، ان بص الخطوتين اللي رجعوهم لورا دول فعشان كده جاب الجول. ومش عارف عبد الظاهر السقا بص ايه المدافع ده مش عارف عمل ايه كذا وخبطه في كذا. يعني كل واحد ماسك مركزه وبيلعب عليه وبيتكلم فيه، ما بيتكلمش في حاجه تانية. قليلين منهم قوي اللي ابتدى ايه الموضوع يعني يبقى شامل شويه. بعد كده مشيت الامور وبتاع، وجينا قبل ما نوصل كده كاس العالم مش عارف يعني طلع منين من الصندوق، جابوه منين؟ جابوا لنا رضا عبد العال، مش عارف كان مختفي فين او كان بيعمل ايه. مهم جابوه في التلفزيون وابتدى برضو ايه الموضوع يبقى كوميدي شويه وبتاع، وفي شويه كده ايه في كوميديا في الموضوع. ويعني القنوات الفضائيه في مصر بتقل وبتكتر يعني حسب الظروف البلد فيها، لكن يعني دايما في استوديو تحليلي للماتش، وفي قنوات فضائيه كتيره بتظهر وبتختفي زي ما بقول. بس كل قناه فضائيه عايزه يعني محللين او عايزه ناس تحلل. وهنا برضو ايه تلاحظ حاجه مهمه، انه دلوقتي في قناه فضائيه واحده بس هي اللي بتبث، او يعني مؤسسه واحده بس هي اللي بتقيس، اللي هي اون تايم سبورت، وهي ليها الناس بتوعها. الناس بتوعها دول بتختارهم ازاي؟ ما اعرفش. يعني لازم تفكر كده وتشوف هي الناس دي بيتم اختيارهم ازاي، او مين هم، او يعني ليه الناس دي بس وبتاع. فتلاقي ان اون تايم كده ليها رجالتها، ما بيمشوش وما فيش حد منهم بيجي يعني، او ما بيزودوش ولا بينقصوا. هم الناس دي موجوده، ممكن مثلا واحد منهم يطلع في رحله، يطلع اعاره، يروح يعمل له اي مصلحه، بس بيرجع تاني مكانه محفوظ في اون تايم سبورت. زي ما قلت يعني ان انت عندك ناس لعيبه كانت بمجرد ما بتعتزل بتلاقي ان الموضوع على طول بيخشوا ايه يطلقوا على طول في الاستوديو، وتاني يوم في الاستوديو. يعني حسني عبد ربه مثلا كان بيشتغل في الاسماعيلي، هو حسني عبد ربه من رجاله اون يعني. اشتغل محلل شويه، طب هروح اشتغل في الاسماعيلي شويه مدير كوره ولا مش عارف ايه، وبعدين مشي من الاسماعيلي تقريبا في نفس اليوم راح الاستوديو يعني. فهي الموضوع ماشي كده. وزول في قنوات فضائيه كتيره على جنب كده بتحاول تعمل اذا كانت مثلا فيها امكانيات شويه زي MBC، اذا امكانيات ضعيفه مش عارف زي 10 ومش عارف ايه وحاجات زي كده. يعني كله على قده وكله ايه بيجيب لعيبه. بس طبعا ايه بقى تحس ان اللعيبه بقت مصنفه. يعني في دي لعيبه اللي هي هتعلق مباشره على الماتش، وفي برضه فرق ان انت تعلق على الماتش وهو لايف يعني وهو شغال بعد ما خلص على طول وهو طازه، او ان انت يعني تقعد تعلق من قناه ما اصلا ما عندهاش اي حقوق للبث، ومجرد بس بتجيب لك يا دوب صور ولا حاجه عشان حقوق الملكيه بتاعت الاذاعه ولا حاجه. فما يعني برضو الراجل اللي هو قاعد بيحلل هيحلل ازاي؟ يعني الموضوع بالنسبه له صعب يعني. فيعني ايه الموقف ماشي كده. لكن النقطه بقى الاهم اللي ظهرت هو انه في عز كل اللي بيحصل ده وكل الناس اللي عماله بتحلل لك الماتشات وهم بنسبه 100% لعيبه كوره، كان على جانب اخر كده برضو في نص الالفينات ظهرت مواقع انترنت للرياضه وبالذات للكوره، زي مثلا موقع في الجول ويلا كوره. بالذات يعني ايه الموقعين الاساسيين دول في الجول ويلا كوره. في الجول ويلا كوره كانت تجربه شباب مش متخصصين في كره القدم. يعني هي برضو فكره التخصص في كره القدم في مصر هي ان انت لازم تكون لعبت كوره. مفيش حاجه ان يا عم طب انا ممكن ادرس، يعني هو انا متفرج ولا حاجه، بس انا بحب الكوره ممكن ادرسها، ممكن ادرس التدريب وممكن ادرس مش عارف كذا وكذا كذا والفنيات بتاعه الكوره ابقى مدرب.
لا انت لازم تكون لعيب كوره. ما هي جت فكره الاستوديو التحليل ان انت لازم يكون لعيب كوره اللي يحلل. هو برضو ناس فكره ان المدرب لازم يكون هو لعيب كوره، لازم هو اللي بيفهم في الفنيات. ما فيش يعني يروح ياخد دوره بتاع مش عارف ايه اذا خد يعني ويبقى مدرب. لكن في يلا كوره وفي الجول ظهر شباب لا انا مش لعيب كوره اصلا، انا بحب الكوره وشايفها انها علم، وشايف انه بره في اوروبا وبتاع الموضوع ماشي بشكل علمي، وفي علوم دلوقتي للكوره وفي كذا وكذا وكذا وكذا. وانا قريت ودرست، وحتى في منهم ناس درست ناس خدت دورات بره وبتاع، وبيكلمك بقى على اساس علمي مش موجود قوي في الفضائيات دي، في الاستوديو التحليل اللي انت عمال بتسمعه ده من فاروق جعفر الى عماد متعب وحسني عبد رب وعبد الظاهر السقا. فالناس دي بس برضو ايه على المستوى بتاع الايه اللي هو صفحة الانترنت اللي عاملها وكم واحد بيقول. طبعا في طريقة تانية ان انت مجرد بس ان انت تفتح صفحة الانترنت وتقرا، غير طبعا ان انت واحد في التلفزيون قاعد وجايب لك اللقطة وجايب لك الكورة وتعمل كذا وتعمل كذا. ده برضو ليها سحرها، الصورة ليها سحرها، خصوصا في لعبة كورة. يعني انت عايز تشوف الكورة فعلا وهي اتلعبت وهي اتعملت، بدل ما انا بعمل بكتب لك كلام ومفيش برضو حاجة تديني دعم ان انا احط لك فيديو احط لك حاجة. الموضوع برضو صعب شوية في موضوع حقوق الملكية يعني. لكن الناس دي كانت شغالة برضو من قول 2005 2004 لحد دلوقتي شغالين، مع ان الموضوع بيكبر في زي ما بقول ان انت عندك قناة فضائية متخصصة بس في الرياضة، ومع ان حقوق الملكيه الفكريه او حقوق ملكيه البث للدوريات اللي هي الكبيره المهمه ابتدى برضو يحصل عندنا حاله فراغ كده في الوقت. احنا يا دوب يعني بنذيع، اذا كنا بنتكلم عن كره القدم فاحنا يا دوب عندنا الدوري المصري اللي هو اصلا يعني بيشتغل اسبوع وبيتاجل 10. فانا ما في عندي مساحه، انا يا دوب بذيع الماتش وتلاقي ان الماتشات عماله بتتذاع تاني وميني ماتش وسوبر ماتش ومش عارف ايه وبتاع. لكن في الماتش نفسه انت اتكلمت الساعتين ولا الثلاثه ولا الاربعه اللي انت قعدت يعني موتت نفسك عشان يعني تجيب اخر حللت كل حاجه يعني، وعملوا حتى استوديو للتحكيم ومش عارف ايه وبتاع. لكن خلاص الوقت خلص وفي يوم تاني ويوم ثالث ويوم رابع والدنيا واقفه او مش واقفه يعني، بس ما فيش حاجه تتغذيك. فابتدى ان هم يجيبوا الشباب دول اللي هم كانوا بيشتغلوا في المواقع الاخباريه دي او مواقع الانترنت المتخصصه في الرياضه، ويتكلموا في الاستوديوهات دي، او مش في الاستوديوهات بتاعت الماتش بس، يتكلموا في يعني يتعمل لهم مساحات شويه ويبتدي يتكلموا بتحليل فني. فلما تيجي تسمع للناس دي انت ما بتفهمش كده في الكوره، وانا ما بفهمش في الكوره يعني ان انا فني، بس بتيجي تسمع كلام في كلام مختلف عن الكلام اللي لعيبه الكوره بتقوله. يعني لعيبه الكوره بتوعنا اللي هم زي ما بقول اللي هم الجيل اللي هو يا دوب لسه مبطل ولا حاجه، دي ناس تتكلم تحس ان هو في كلام علمي. حتى يعني على اون بالذات مثلا في برنامج جمهور الثالثه بتاع ابراهيم فايق، انهم لقيتهم ان هم بيصوروا بكاميرا تانية غير الكاميرا اللي بتصور الماتش. هو بياخد لقطه من فوق للملعب عشان هو بيقول لك اللقطه دي بتوريني حاجات تانية ومش عارف ايه، تحليلات بقى فنيه هم متخصصين فيها اكتر يعني. لكن بقول لك بتسمع كلام مختلف عن الكلام اللي لعيبه الكوره بتوعنا بيقولوه. وهنا السؤال يطرح نفسه بقى ما بين الجانبين، زي اللي انت ده عمالي ده يعني انت برضو كان في كده في لقطه معينه او في فتره معينه ولا زالت مستمره ان النادي الاهلي يعني الكيان شويه اللي هو المنظم شويه في الكيانات الرياضيه المصريه مع اتحاد الكوره بعده بحبه بسيطه، انه قال لك والله لو انت هتيجي تشتغل مدرب او هتيجي تشتغل في منصب جوه النادي الاهلي ممنوع تطلع في استوديو تحليلي يعني مثلا حصلت مع الشيخ طه اسماعيل ان هو كان اختاروه ان هو يكون في لجنه التخطيط في النادي، والراجل بيشتغل في اون وبيحلل الماتشات في الاستوديو التحليلي ده وبتاع. فقالوا له والله لا يعني معلش انت هتيجي مش هتقدر ان انت تشتغل في الاستوديو التحليلي ده، لا انت متفرغ بس للجنه التخطيط. فالراجل رفض. يعني هو بالنسبه له شايف ان الموضوع في الاستوديوهات مجدي اكتر. بينما اللي برضه في المنتخب مش متذكر مين كان تولى منصب في المنتخب وبرضه قالوا له ما ينفعش ان تجمع ما بين الاثنين، وبرضه اعتقد ان هو رفض واستمر في العمل بتاعه في التلفزيونات. واحد مثلا زي وائل جمعه، بس وائل جمعه ساب الصراحه يعني. وائل جمعه بيشتغل في بي ان وبتاع وبيحلل مش عارف الدوري الانجليزي وبتاع وماتشات الاهلي الافريقيه وبتاع. لما جاله منصب في ان هو يشتغل مدير كوره في المنتخب ساب الصراحه وراح تفرغ للمنتخب، بس يعني بمجرد ما خلص رجع تاني لمنصبه او رجع تاني لبي ان يشتغل.
فده اللي انا بقول عليه، ان انت بس في طبعا بقى يعني ناس تانية كتيرة شغالة عادي ما فيهاش مشكلة يعني، حتى مش لازم يجمع ما بين الشغلانتين. يعني انا بتكلم على ان هو بيسيب الشغلانة بيبقى مدرب يبطل، يعني مدرب يكون بيدرب في الدوري المصري يعمل نتائج وحشة يشيلوه، تاني يوم بقول لك تلاقيه في الاستوديو، تاني يوم على طول على طول، مفيش يعني فيها الراجل ما بيرتاحش بتاعه، الحياة عايزة تمشي، انا مش معترض. لكن انا بتكلم هنا على جودة صناعة الرياضة او صناعة الكورة في مصر، او الإدارة الفنية للكورة في مصر. اذا كان ان ده بيدي لده، يعني هو الراجل اللي كان عمال بيكلمني وعمال بيعمل تحليل، ده هو ده المدرب، يروح يشتغل مدرب شوية وبعد كده ينجح او يفشل، بعد كده يرجع يشتغل تاني محلل، بعد كده يجي له وظيفة كمدرب يرجع يشتغل تاني مدرب، وهكذا وهكذا وهكذا. بينما انت زي ما بقول، لما شفت الشباب اللي هم جايين من المواقع بتاعت يلا كورة وفي الجول وبتاع، لا شفت ناس بتتكلم بطريقة تانية، مع ان الناس دي لا بيتسمع لها كتحليل حتى، يعني الناس دي بتاخدش مساحة زي اللي بياخدها حسني عبد رب وعماد متعب وفاروق جعفر وبتاع وايمن يونس ومش عارف ايه. دي الناس تاخد المساحه الاساسيه الرئيسيه. انت ممكن حتى لو جابوهم في الاستوديو بيجيبوهم قبل الماتش ب3 ساعات، فانت اصلا يعني انا ايه اللي خليني اقعد اتفرج على الماتش ب3 ساعات يعني؟ انا عايز يعني اذا يعني ابقى حابب قوي يعني، وموضوع الاستوديو التحليل ده فارق معايا قوي، اقعد ماشي اوكي ساعه يا سيدي قبل الماتش هقعد اسمع. الساعه اللي قبل الماتش دي كلها بقى اللي هي الوجوه الاساسيه لعيبه الكوره. بينما الكلام بقى اللي هو بيقول فيه في علم كده، في كلام ممكن يطور شويه اللعبه، لا ده مركون على جنب شويه. يمكن مع ابراهيم فايق هم واخدين مساحه اكبر او مساحه احسن، لكن لا مش هو الكوره فنيا مش ماشيه بالدماغ دي، الكوره فنيا ماشيه بدماغ اللعيبه واللي هم بيدربوا واللي هم في الاستوديو التحليلي. وكل اللي بيلقطوه اصلا هو ممكن يكون كلام، او يعني اللي هو اتعلمه من المدرب الاجنبي اللي على حظه جه مثلا في الاهلي او في الزمالك او في المنتخب او بتاع، وخلاص. يعني الموضوع ما في دايره مقفوله، ما هي دي ده بيدي ده بيدي ده بيدي ده، ما فيش فيها تطوير وبتاع. فهي دي النقطه اللي هي ايه اللي لازم تاخدها كده من فكره الاستوديو التحليلي. اذا انت هي بقول هي الموارد نفسها اللي عماله بتتقلب ما بين التدريب والاستوديو والتدريب، بينما في علم تاني كده على جانب اخر او في زاويه تانيه مركونه اللي بيتكلم في علم الكوره. فهل السؤال هو هل الاستوديو التحليلي ده اصلا مجدي؟ واذا كان مجدي، واذا كنا احنا عايزين نطور اللعبه او يعني نتفرج او نستمتع حتى بفرجه فعلا عمليه، هل الناس اللي هي بتتكلم بالعلم دي المفروض تاخد مساحتها في التدريب، في الاداره، في التلفزيون، ولا هي الموضوع في الاخر كله نجوم كوره وده بيسلم لده وده صاحب ده وماشيه كده بالحب؟ شكرا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.